توم هانكس واحد من اعظم الممثلين في تاريخ هوليوود ومن اكتر الممثلين اللي ترشحوا لجوائز اوسكار وكسبها. توماس شيفري هانكس او توم هانكس اتولد عام 1956 في كاليفورنيا لاب انجليزي شغال طباخ متجول وام برتغاليه شغاله عامله في مستشفى. توم هانكس نشأ في عائله منقسمه بعد طلاق والديه وهو عنده 4 سنين، وبدا يعيش مع والده واللي كان بيتنقل دايما لدرجه ان لما وصل سنه ل 10 سنين كان عايش في 10 منازل. توم هانكس اول افلامه كان هي نوز يو ار الون واللي فشل ذريع، وفي نفس العام كان بيعمل مسلسل كوميدي اسمه بيسون باتيز واللي نجح واستمر 3 سنين. من بعد نجاح المسلسل بدا يترشح لافلام كتيره لحد ما فرض نفسه كنجم بعد ما حقق نجاح كبير في فيلم بيج واللي كانت بدايته الحقيقيه في هوليوود بعد ما ترشح لجائزه اوسكار لافضل ممثل لاول مره. مع ان اغلبيه افلام توم هانكس افلام كبيره وحلوه، الا ان فتره التسعينات كانت اقوى فتره في تاريخ توم هانكس، وحقق اول واكبر نجاح كبير ليه بعد ما شارك الفنان الكبير دينزل واشنطن في فيلم فيلادلفيا سنه 1993 واللي حصل فيه على اول جائزه اوسكار ليه كاحسن ممثل رئيسي في سنه 1994 واللي تعتبر اقوى فتره في تاريخ السينما. السنه اللي نزل فيها الفيلم صاحب اعلى تقييم في التاريخ فيلم شاوشنك، وافلام تانية كبيره كتير زي فيلم بالب فيكشن واللي برضه يعتبر واحد من اكبر الافلام في تاريخ السينما. قدر توم هانكس يكسب تاني اوسكار ليه على التوالي في فيلم فورست جامب واللي كسر الدنيا وقتها واللي ترشح ل 13 جائزة اوسكار، كسب منهم 6، منهم جائزة احسن فيلم، احسن مخرج، واحسن ممثل. I'm Forrest Gump. There's lemon shrimp, coconut shrimp, shrimp soup, shrimp stew. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. وبعدها توالت نجاحات توم هانكس، وفي سنة 1998 قرر توم هانكس يدخل في عالم الإخراج وشارك في إخراج أول فيلم ليه مع المخرج الكبير ستيفن سبيلبرج في فيلم سيفنج برايفت رايان واللي حقق نجاح كبير وترشح ل 11 جائزة أوسكار، كسب منهم 4، وبعدها سنة 1999 يرجع لنا توم هانكس برائعة من أفلامه الجميلة بفيلم المقرب إلى قلبي، فيلم ذا جرين مايل واللي ترشح لجوائز كتيرة منها 4 أوسكار، ويكمل توم هانكس على نفس المستوى متربع على عرش هوليوود في فترة التسعينات، والثالث سنة على التوالي ينزل بفيلم يكسر الدنيا، فيلم كاستاوي من اخراج المخرج روبرت زيمكس، وهو نفس المخرج اللي اخرج فيلم فورست جامب. وفي فيلم كاستاوي ابهرنا توم هانكس فيه بتمثيله وانه ازاي قدر يفضل على بقاء الحياه في جزيره مهجوره وازاي اتعامل مع عزلته التامه. I'll be right back. Fire engine 1. وبعدها في سنة 2002 عمل لنا فيلم كاتش مي اف يو كان مع الممثل الرائع ليوناردو دي كابريو من اخراج المخرج ستيفن سبيلبرج واللي كان واحد من احسن افلام الجريمة في التاريخ. South America, Australia, Singapore. These are so perfect the bankers even know the difference. What do you want? To apologize. You didn't call to apologize, did you? You have no one else to call. Stop chasing me. I can't stop. It's my job. دي كانت نبذه بسيطه عن فنان كبير زي توم هانكس، ترشح ل 209 جايزه وكسب منهم 94 جايزه وكسب منهم 2 اوسكار، ده غير افلامه اللي كسبت جوائز اوسكار كتير جدا. ممثل لو شفته في اي فيلم اعرف ان الفيلم ده يستحق المشاهده وانه فيلم قوي وحلو، ولو اي اسم فيلم من الافلام اللي اتقالت في الفيديو انت ما شفتوش فانت لازم تشوفه وتقول لي رايك في الكومنتات، ولازم برضه تقول لي ايه رايك في الافلام اللي اتقالت، ولو عاوزين نعمل فيديو عن ممثل تاني انتوا بتحبوه اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وفولو، وسهره سعيده.